انت ايه؟ ما عندكش دم؟ ده انا مرات صاحبك يا اخي. ما تترسميش عليا قوي كده، طلباتك من غير لف ولا دوران. انت قليل ادب. شكرا. صباح الخير. اهلا بالراجل اللي قوضتك. اهلا يا عم. ازيك يا سيدي؟ وحشني جدا. انت راجل انت واحنا فايد، مش قلت لي انك هتعدي عليا بالكتير بعد اسبوع؟ اقعد. طب انا ما عدتش يا سيدي، انت بقى ما اتصلتش ليه؟ ايوه حاطيني في موقف الدفاع بدبلوماسيتك دي. عموما انا جاي عشان اعزمك انت والمدام عندي بكره على العشاء في البيت، وهعرفك بمجموعه ظريفه جدا من الاصدقاء. بجد؟ طيب انا مستنيك الساعه 10. الله، انت جيت في ايه وماشي في ايه؟ معلش يا عامر معلش، انا مشغول جدا، عندي مشكله في الاوتيل بتاعي اللي بورسعيد. ما شاء الله، انت عندك كمان اوتيل في بورسعيد؟ لا ده حاجه صغيره كده، 80 اوضه و4 نجوم. هستناك الساعه 10. خلاص ان شاء الله. اوعى تنسى. ان شاء الله. شرفت يا السلام عليكم. مع السلامه. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا سيف. ما بلاش العزومه دي يا حبيبي. بصراحه الراجل ده انا مش مرتاحه له خالص. مش مرتاحه له ازاي بس؟ انت ما تصوريش سيف ده انسان لطيف قد ايه وبيحبني قد ايه. بس افكاره ما تعجبنيش. انت تعرفيه عشان تعرفي افكاره. خلاص روح انت. اروح انا ازاي؟ دي عزومه عائليه. مش معقول، حقيقي خرافه، كلها اوتوماتيك. بص كمبيوتر الجهاز ده بقى بيعرفك باي اعطال في العربيه ومدى الكفاءه بتاعتها. هايل جدا. ايه ده يا منى؟ دي عربيه هايله جدا، جايباها بكام دي؟ والله ما اعرف، وانا بالي هسال ليه؟ بابي قال لي خدي دي مفاتيح عربيتك الجديده، ميرسي يا بابي، بصه من هنا وبصه من هنا. على فكره دي مش اقل من 20,000 جنيه. 20,000؟ ويمكن 30 كمان. ليه يعني مش ممكن؟ اسمعوا يا جماعه، ايه رايكم بقى نطلع رحله يوم الجمعه للعزبه بالمناسبه؟ اتفضلي. ما بشربش خالص. خالص. طيب تحبي اجيب لك حاجه ساعه؟ مش عايزه حاجه. انت متضايقه ليه؟ لا ابدا. بحب الجو الرومانسي. انا كمان بحب الجو الرومانسي، بس احيانا ببقى مضطر للجو ده عشان الشغل. تحبي نروح حته تانيه؟ نعم. انا وانت وعامر يعني. عن اذنك. ماجدة ازيك؟ ازيك؟ شايفه صف العربيات دي والله كلها؟ بس سايبني واقفه مطاوع عمال اتفرج على العربيات. طب معلش ما تزعليش، يلا بينا. تصدق من ساعة ما دخلت المصنع النهارده الصبح لغاية دلوقتي وانا واقفة على حيلي، وحياة ربنا حتى اللقمة اكلتها وانا واقفة. معلش يا ماجدة ما تزعليش، هانت كلها سنة واتخرج. ربطتك معايا وانا حمل تقيل. ولا يهمك، ما انا كمان على قلبي حمل تقيل. حمل ايه بعد الشر؟ مستقبل يا ماجدة، نفسي احقق المستحيل. شقة مستحيل، عربية مستحيل، شغلانة حلوة من غير واسطة برضه مستحيل. طب واسطة؟ مستحيل. على رأيك، إذا كان عيلتي كلها وأهل الحتة كلهم زي حالاتي غلابة، محدش يقدر ياخد بإيدي، وأنا لوحدي ما أقدرش، وحتى لو قدرت هكون عجزت، مش هلحق أتمتع باللي أنا عملته. معلش يا حسين، ان شاء الله ربنا هيكرمك. وانا عن نفسي مش عايزة حاجة غير انك تبقى جنبي وانا ابقى جنبك. انت غلبانة أوي يا ماجدة، غلبانة بصحيح. اوعى تتاخر بقى. لا معلش يا سيف، عارفين انا من سهرتك دي انا مش قدها يا عم. يا اخي دي سهره عزوبيه. يعني ايه عزوبيه؟ يعني قعده روقان. يعني ايه روقان برضه؟ روقان يا اخي، ما تصحى معايا بقى امال. الله. الله يجازيك يا سيف، طول عمرك شقي وابن نوم. اي خدمه قبل ما اروح. لا شكرا، روح انت عيد. امال مين اللي هيحضر لنا العشاء؟ يا سيدي انا طالب حاجات جاهزه من الاوتيل بتاعي اللي في المهندسين. انت عندك في المهندسين كمان؟ انا انت حنقه ولا ايه؟ امال فين الجماعه اللي انت عازمهم؟ شوف بقى، انا كنت عازم 2، واحد منهم عنده 58 سنه، طقت في دماغه فجاه انه يتجوز النهارده. والتاني بيساعده.
صحيح انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ احب عيشة الحرية. بس طعم حياه الاسره احلى 100 مره من طعم حياه الحريه اللي بتقول عليه. وانت شعرفك؟ انت عشت قبل الجواز حياة زي اللي انا عايشها دلوقتي؟ لا طبعا، بس بتهيألي كده. وبعدين يا اخي لما تكبر وتعجز وما تبقاش قادر على حياه الحريه اللي بتقول عليها دي، ما فكرتش هيبقى شكلك ايه وانت من غير ولد ولا بنت تتعجز عليهم؟ ده هم دول زينة الحياة الدنيا. البنون بس؟ المال والبنون. كويس، يعني انت عندك النص وانا النص. انت البنون وانا المال. رضا الحمد لله. طب عملت ايه بقى عشان خاطر البنون؟ عملت ايه عشان مستقبلهم؟ انت عندك 38 سنة دلوقتي، ومن سنتين جات لك ذبحة، يعني ممكن في اي ثانية تطب تقع تموت. المشكلة ان كل واحد فينا عايش لحظته بس، ما بيفكرش في بكرة، ما بيفكرش انه ممكن في ثانية واحدة ينتهي ويموت. انا بالنسبة لي مفيش اي مشكلة، مفيش حد ورايا. لكن انت ما فكرتش في ولادك، ما فكرتش في مستقبلهم، ما فكرتش في صلاح وريم، اطفال مساكين. ما فكرتش هيعملوا ايه لو جرالك انت حاجة لا سمح الله؟ ها؟ وهم غلابة ما حلتهمش حاجة. جرى يا سيف؟ انت عازمنا على ايه يا اخي؟ صينية نكد بسم المعاناة؟ انت صاحبي ولازم افوقك. يعني عايزني اعمل ايه؟ اسرق زي اللي بيسرقوا ولا ارتشي زي اللي بيرتشوا؟ طب انا عايز اعرف انت عملت كل الفنادق والمطاعم دي ازاي؟ ده عرقي. عرق؟ انا بعرق بقالي 12 سنة ما حلتش غير الشقة. وال 131 الصفرة. بالظبط. ايوه بس انت عندك حاجة مهمة قوي، حاجة غالية جدا تساوي ملايين. ملايين؟ ايوه. طب ما تقول لي يا اخي نورني. مركزك. مركزي؟ ايوه مركزك، مركزك وسمعتك. شوف يا عامر، انا هكلمك من غير لف ولا دوران. انت في وضع يمكنك من نقله كبيره قوي، واقف على باب لو اتفتح لك هتدخل دنيا تانية خالص. وانا بقى بصراحه معايا المفتاح. مفتاح ايه بقى؟ انتوا مش بتسفروا عمله صعبه عشان شغلكم بره؟ ايوه. وانت المسؤول عن الحكايه دي؟ قديمة. قالوا لي مرة استلم الدولارات من بنك واتاجر فيها اسبوع وبعدين اصفرها تاني. لا، ده لعب صغير قوي. امال ايه اللعبة اللي على الكبير بقى؟ شوف يا سيدي، بعد كام يوم الشركه هتصفر 500,000 دولار بره، وانت بنفسك اللي هتستلمهم. وكنت انا والمدام الولاد. كده تبقى فضيحه وحشه قوي. ها؟ لا، في حاجه تانية. ادهم لي نعم. وهديك بدلهم. عايز صح عملة معاك ولا ايه؟ بلاش هزار يا عامر واسمعني كويس. انت بتتكلم جد يا سيف؟ انت هتديني 500,000 دولار وانا هديك 500,000 دولار وفوقيهم 50,000. بمناسبة ايه يعني؟ يا سيدي، هنبدل الدولارات اللي انت هتصرفها من البنك بدولارات تانية معمولة كويس قوي، وهتسافر وتغرق الدنيا كلها. فهمت؟ انت انا. بتقول والفنادق والمطاعم كله من الكار ده. معقول يا سيف؟ بتزور فلوس؟ يا جدع وطي صوتك، الحيطان لي اودان. وعايزني انا بقى اروج لك؟ انت اكيد اتجننت. ازاي تتصور ان ممكن اساعدك في حاجه زي كده؟ يا جدع تعالى كمل اكلك، بلاش جنان، بلاش العرق الصعيدي ده يطق معايا. يا خساره. وانا اللي كنت جاي لك عشان ارجع صحابي زمان. هتاريك دارس الحكايه كويس قوي. عارف ان انا بنبعت فلوس بره وعارف ان انا المسؤول. ده انت جيت ورايا فايد. اما انا طلعت عبيط بشكل. من هنا ورايح مش هتبقى عبيط، لانك هتبص للدنيا حواليك وتشوف ماشيه ازاي، وتبص وراك وتشوف عملت ايه في 12 سنه شغل، وتبص قدامك وتشوف مستقبل ولادك الجديد. هيبقى عظيم، عظيم قوي. دي عمليه خارج الحدود. انت هتسلم الفلوس لصراف البنك وهترجع. لو العمليه اتكشفت الحقيقه هتضيع بينك وبين صراف البنك، وانت راجل نزيه سمعتك زي الالماس، والعمليه هتروح في التوهان.
وانت بقى اللي بتزوج؟ لا. امال دورك ايه؟ واخترتني انا ليه؟ وضعك وسمعتك. واللي قبلي راحوا فين؟ كل واحد بيأدي دوره. اللي فترة وبعدين. لا 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 لا، احنا ناس مش همجيين، احنا ناس متحضرين محترمين بنحترم بعض. الوقت ضيق يا عامر، بكره انت هتكون جاهز وانا هكون جاهز. انا وثقت فيك وكشفت لك ورقي، وانت لازم تثق فيا وما تفكرش كتير. مش لاقيين فصيلة دم. لازم تشوفي الراجل هيموت. ايه يا حسين مالك؟ مش عارف، نفسي كده واكلاني قوي، عايز اسوق العربيه دي. تعرف تسوق؟ يعني شويه. حاضر. بس هنا كويس. انت جيت امتى يا عم؟ بقالي حوالي ساعة تقريبا. يعني ما اتأخرتش في الشغل زي ما قلت. أنا قلقان أوي. ليه في ايه؟ قلقان عليكم. علينا احنا؟ يا رب عليك أنتوا والولاد. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، بس أنا خايف يحصل. ممكن تجيني الذبحة تاني وأروح فيها. بعد الشر عليك، ليه بتقول كده؟ لازم أبقى واقعي يا راوية. أنا بمشي وأتحرك وأروح الشغل وأنا شايل الموت بين ضلوعي. ممكن في أي لحظة يخلص عليا. أعوذ بالله، ايه بقى لزوم الكلام ده؟ دي الحقيقة ولازم أواجهها. استهدى بالله يا عمرو، ربنا يديك طولة العمر يخليك لينا. ونعم بالله. بس الأولاد لسه صغيرين، محتاجيني. انت ايه اللي جرالك بس؟ ده انت عمرك ما يئست من رحمة ربنا. أنا عشت حياتي كلها غلط، ما بصيتش أبعد من مناخيري، ما عملش حساب الأيام، عشت مخدوع بالتقدير الأدبي، شهادات التقدير، حب الناس وابتسامتهم في وشي. يا فرحتي بقى بالشقة والعربية ال 131 وشوية الملاليم دول. ده مش عامر اللي بيتكلم كده. ليه يا راوية؟ غلط إن أنقد نفسي؟ غلط إن أفكر في بكرة؟ غلط إن أنا أعمل حسابكم من بعدي؟ يا عمي يا حبيبي. يا راوية محدش بيخلل فيها. طب يلا قوم ننام دلوقتي وبعدين نبقى. مفيش بعدين. دلوقتي مفيش بعدين. طب عايز تعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. ابويا الله يرحمه كان دايما ياخدني على حجره وهو بيلف بالتاكسي، واول ما كبرت ورجليا طالت الدواسات راح معلمني السواقه وانا واقف قدام الدركسيون. بقى ابوك علمك السواقه؟ اه. انت هتنفعنا قوي. انفعك في ايه؟ قول له يا جمال. الباب مفتوح ايه يا جدعان؟ بلاش جنان، يلا بينا. اركب يا اخي ما تعطلناش. اركب ايه؟ انتوا عايزين تودونا في داهيه؟ هو هنسرقها؟ ده احنا هناخدها نعلق بيها بنتين نتفسح بيهم شويه ونرجعها تاني. اركب يا اخي استنى بس. اركب خالد انت. اطلع يا خالد اطلع يا خالد استنى يا اخي. بس بذمتك مش متعه؟ بصراحه متعه. اهو كل يوم من ده نديها حركه من دي. بس انت يا حلو تبقى علمنا السواقه بقى. ماشي. ادي 500,000 دولار.
ودول 500,000 بدلهم. وادي يا سيدي 50,000 دولار نصيبك. ما تاخدهم تحطهم في حساب بره، ينفعوا برضه اهو فسحه انت والولاد، علاج لا قدر الله، اهو ينفعوا. عيد، خد الشنطه وصل للبيت. حاضر. ايه يا عمرو؟ انت لسه بتفكر؟ لسه خايف علينا ولا نفسك؟ انا خلاص، لا خلاص نسيت الموضوع ده خلاص. انا هعمل اللي عليا والباقي على ربنا. الله، طب انت رايح فين؟ برضه بقى ارجع.
ماجدة ماجدة تعالي اركبي. المصحف ما عرفتش عربية مين دي؟ مش مهم، هفهمك بقى بعدين. الله، عربية مين؟ دي عربية واحد صاحبي استلفتها منه عشان افسحك بيها شوية. يلا بينا. انت مش موجود. يجي امتى؟ بكره. بكره؟ هو قال لي كده. لا ما قالكش راح فين؟ ما قالش. طب انا عايز ضروري. شوفوا ممكن يكون فين واتصل بيه. انت بتصل كده ليه؟ تروح تبقى جبت التليفونات. شفتي بقى ركوب العربيات؟ 10 دقايق بقينا فوق المقطم. بس النبي بقى ما تعملهاش تاني احسن اخد على كده. ولا يهمك، ايه يعني؟ انا ممكن اركبك كل يوم عربية شكل. لا، ابقى ركبني كل يوم طياره شكل احسن. يا بنت انا اصحابي اللي عندهم عربيات ما يتعدوش، واقدر اخد عربية من اي واحد فيهم. يا سلام يا اخويا، هم دول ظهروا فجاه كده؟ لا ابدا، موجودين بس كنت بتكسف اطلب منهم. يا سلام يا مش عارف اخويا. طب الانتظار إيه ممنوع رأيك؟ هنا؟ ها؟ انتظار ممنوع. طيب نمشي. رخصك وتفضل قدامي على الاسم. يا نهار اسود. مش موجود. تقول راح فين بس؟ طب اعمل ايه؟ استناه؟ ما ترد يا بني ادم! هو قال يجي بكره. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز ابلغ عن سرقه عربيه. اتفضل. عربيتك؟ ايوه. لو سمحت اتفضل. ادخل. دي يا فندم لقيناها على كرسي العربيه. في حاجه تانية؟ لا يا فندم. افتحها يا حسين. دي مش شنطتي. افتحها. حظك وحش قوي انك اتمسكت قبل ما تعرف الشنطه اللي في العربيه فيها ايه. مساء الخير. مساء الخير يا عم. الو. ايوه انت. نعم. طب انا جاي حالا. ايه في ايه يا عم؟ اصل العربيه اتسرقت بس انا ما حبيتش خاطر. طب ولقيتوها؟ ايوه الحمد لله. طب انت رايح فين دلوقتي؟ رايح الاسم. طب اول ما توصل طمني على طول. حاضر. بقول لك ايه؟ ما تجيبيش سيره الحكايه دي لحد، مش عايزين شوشره. اتفضل. مع السلامه. حظك كويس قوي يا استاذ عمرو. الولد اللي سرق العربيه اتمسك من قبل ما يعرف ايه اللي فيها. الحمد لله العربيه ما كانش فيها غير اوراق الشغل. اوراق شغل بس؟ طب انا ممكن استنى العربيه وامشي، اصل انا عندي مواعيد مهمه. خليك مستريح شويه، تشرب قهوه. لا انا شكرا. بعد اذنك لحظه واحده. $500,000 بتنكر ملكيتك ليهم؟ جبتهم منين؟ اتكلم. ما سرقتهمش. امال ايه سبب وجودهم في العربيه؟ معرفش. مفيش داعي للانكار يا حسين. اصل انت اتقبض عليك وخلاص، وهنعرف الحقيقه. يا بيه والله العظيم انا ما اعرف عنهم حاجة. صاحب العربيه قال ان العربيه ما كانش فيها اي حاجه. يمكن نسي. حد ينسى يا راجل ان في عربيته $500,000؟ يا بيه بحلف لك والله العظيم انا ما اعرف عنهم حاجة. انا مش عايز صداع يا حسين. اعترف احسن لك. مين شركائك؟ يا بيه اقسم لك انا ما اعرفش حاجة عن موضوع الفلوس ده. انا فعلا سرقت العربية علشان اتفسح بيها شوية وبعدين ارجعها.
انا بعترف ان انا سرقت العربيه، انما انا ما سرقتش الفلوس وماليش شركاء وما اعرفش حاجه عن الحكايه دي. طب والبنت دي شريكتك؟ مال ده؟ استاذ عمرو، انت متاكد ان عربيتك ما كانش فيها اي حاجه مهمه؟ ايوه، طب ليه العربيه كان فيها 4 علب دواء؟ دواء؟ اي دواء قلب، اصل انا عندي. الو؟ ايوه اهلا يا خالد. ايه؟ انت متاكد من الكلام ده؟ طيب اشكرك جدا. تصور ان عربيتك كان فيها $500,000. نص ايه؟ $500,000. $500,000 حته واحده؟ مزيفه. انا مضطر احول الموضوع كله للنيابه، ومعلش هحجزك لبكره ان شاء الله. بس يا عامر، معقول هتسافر كده من بره لبره؟ معلش يا رايا، اصل انا يا دوب استلمت العربيه ورحت الشركه، قالوا لي المخازن في اسكندريه اتحرقت، مضطر اسافر دلوقتي. طب عدي عليا في طريقك. هكون محضره لك شنطه هدوم صغيره. لا ملوش لزوم يا راوية، انا ان شاء الله بكره الظهر بالكتير هكون عندك. بس حسين انكر تماما اي معرفه ليه بالفلوس. يا استاذ انا قلت لحضرتك اني ما اعرفش حاجه خالص عن الفلوس دي. مؤكد؟ حضرتك بتتهمني انا بحيازه الفلوس المزوره؟ يعني تسيب ولد حرامي مشبوه وتتهمني انا؟ انت ليه مصر ان انا بتهمك؟ ما هو بيتوني في الاسم من امبارح للنهارده وجابوني النيابه مقبوض عليا زي المجرمين. يعني ابقى مجني عليه واتشحطط عشان استلم عربيتي. يفرج عن السيد عامر اللباد من سرايا النيابه بضمان محل اقامته. والعربيه يا سماح هتستلمها. ازاي تسيب الشنطه في العربيه؟ ازاي؟ اهو ده اللي حصل. المهم دلوقتي رجع لي الفلوس. نعم، ارجع لك الفلوس؟ يا سلام، عاوزني ارجع لك $500,000 عشان توديهم الشركه؟ متاسف يا استاذ. يعني ايه مش انت اللي واخدهم؟ ايوه خدت بدالهم مزيفين وخدت الفرق. ما هو مش عايزهم خدهم اهو. متاسف يا عمرو، انا اسف، مش هقدر اعمل لك اي حاجه. الفلوس دي لازم ترجع. انت فاهم؟ ايه ده؟ انت جننت. ايوه جننت، وجننت اكتر لما ما اتكلمتش في النيابه. وايه اللي منعك؟ عشان ما ضيعتش. وما تضيعش نفسك. وهنضيع احنا الاثنين برضه لو ما رجعتش فلوس. انا ما اقدرش ارجع لهم $500,000، هيتهموني بالتبديد، وساعتها هقول على كل الحقيقه. انا اللي غلطان اللي اعتمدت على واحد مغفل زيك. المغفل ده انقذك من السجن. انا لو ما كنتش بلغت عن سرقه العربيه كانوا اشتبهوا فيا، ولو ما كنتش اتمسكت باقوالي كنا ضعنا. اسمع يا عامر، عشان الصداقه اللي بينا انا هرجع لك الفلوس، بس ناقصين $60,000. $60,000 عشان ايه؟ هو انت فاهم يا ابني ان الفلوس اللي انت ضيعتها دي ورق ابيض؟ دي متكلفه يا استاذ، متكلفه $60,000، وانت بقى اللي لازم تتحملهم. منين يا سيف؟ ما انت عارف انا ما حلتش حاجه. معرفش بقى، اتصرف. انا معايا 600 جنيه في البنك، هديهم لك. والشقه التمليك والعربيه وصيغه مراتك. انت عايز تبيعني كل حاجه؟ عايز ترميني في الشارع يا سيف؟ انت عاوزني اعمل لك ايه؟ ادفعهم لك انا؟ ما انت هتدفعهم لنفسك. يا حبيبي مش انا صاحب الشغل، انا عميل زيك بالظبط. انت نادل نادل. تباعها ازاي بس يا عامر؟ دي ايدنا ورجلينا. يا راجل انا اتشائمت من العربيه دي، لازم نبيعها. خلاص اديها لي انا وهات لك انت عربيه بالتقسيط. منين؟ شهادات الاستثمار ادفعهم مقدم. ما نقدرش نستغنى عن ارباحها طبعا. يا حبيبي مالكش دعوه انت، انا هدبق لك في المصروف. يوه ارجوكي سيبيني اتصرف بقى. انا ما بقتش فاهمه حاجه خالص. مخصماك. ايه ده؟ كام دول؟ 9600 جنيه. دول كل اللي قدرت عليهم، وهبيع العربيه وشهادات الاستثمار، وسحبت كل رصيدي من البنك. وصيغه مراتك؟ عايز ناخد صيغه مراتي من غير حاجه؟ قول لها اي حاجه يا اخي. شوف يا سيف،
مراتي ما عندهاش اي فكره عن الموضوع ده. لو قلت لها عايز السيجاره يبقى لازم اقول لها على كل حاجه. ثم تقول لها ما اقدرش. امال هتقول لها ايه لما تبيع الشقه؟ ايه؟ تبيع الشقه؟ انت فاهم ان انا هقبل منك المبلغ ده؟ دول كانوا موتونا. هما مين دول؟ اصحاب الفلوس، اصحاب العمليه. انت كذاب كذاب، مفيش حد في العمليه غيرك. وبعدين احنا قلنا ايه؟ نمسك اعصابنا عشان نقدر نتفاهم. اسمع يا سيف، انا كنت هساعدك في عمليه كبيره قوي. الظروف كانت كده. اللي حصل ده شيء قدري مش بايدي. عشان كده ارجوك تساعدني. ارجوك تساعدني. خلاص خلاص يا عامر، ايه اللي انت بتعمله ده يا اخي؟ ده شويه شويه هتبوس ايدي. ابوس ايدك ابوس راسك، بس ارجوك تساعدني. طب خلاص خلاص، سيبني افكر. مفيش وقت. انا عارف ان مفيش وقت. انا هسيبك هنا شويه لغايه ما اروح اشوف الجماعه وارجع لك. مش هتاخر عليك، ما تقلقش. من فضلك عامر مش موجود. وعارف كمان ان الولاد في المدرسه. انا جاي لك انت. هي حصلت تتهاجم عليا في بيتي؟ امشي اطلع بره. اهدي بس اهدي. اطلع بره هلم عليك الناس. انا لو خرجت بره دلوقتي صديقي العزيز وشريك حياتك هيدخل السجن. عامر انت كذاب كذاب. عامر مش ممكن يعمل كده ابدا. انا مش كذاب، جوزك هو اللي كذاب و60 كذاب. راسم عليك النزاهه والامانه والشرف وهو ولا يسوى. اخرس. اسمع كلامي، عوديني احسن. اقف مكانك. ب500,000 دولار، حاجه ما حصلتش في التاريخ. لحظات صغيره قصاد سجن جوزك 7 سنين و500,000 دولار. يا حبيبتي دول ما دفعوش لاجمل جميلات العالم. بس انا هموت عليكي، عشان كده هدفعهم لك. انت بني ادم حقير قذر. ورطت عامر وعايز تذلني؟ صعب عليك قوي تقابل ناس نضاف. عايز توسخ كل حاجه عشان ما تبقاش لوحدك. عاوزه تفهميني انك شريفه وطاهره؟ كلكم بالفلوس. كلب حقير. الدنيا مليانه ناس كويسين، لكن انت ما بتقابلش غير امثالك يا قذر. سيبني يا كمان. دي مجنونه. طيب يا حقير. انا اسف، الجماعه رفضوا. طب ممكن تديني فرصه اقنعهم؟ ما تحاولش يا عامر، انا اسف. اسف خالص. اسف يعني ايه؟ انت عايز تدخلني السجن يا سيف؟ عايز تضيعني؟ ما انت اللي غلطت يا عامر، اعمل لك ايه بس؟ راح فين؟ انا غلطت فعلا ولازم اواجه الموقف. انا هسلم نفسي. لا لا لا، مفيش داعي. روح البيت يمكن تلاقي حل. مفيش حل خلاص. اسمع كلامي وروح، يمكن تفرج. كلب حقير قذر. يعني الحكايه كلها كانت مظبوطه؟ يعني كلام سيف كله كان صح؟ انا مش قادره اصدق. مش ممكن يكون عامر هو اللي عمل ده. مش ممكن تكون انت عامر اللي انا اعرفه من 7 سنين واللي كل الناس عارفاه. ده اكيد واحد تاني.
واحد مجرم. انا ما اجرمتش يا راوية، انا ما غلطتش. لا انت اجرمت وغلطت. انا كنت نازل اودي الفلوس. بعد ما قابلتهم شاورت علي لقيت نفسي غلطان، نزلت ارجع الفلوس لقيت العربيه اتسرقت، اعمل ايه يعني؟ كان عقلك فين؟ كان عقلك فين لما رحت له برجليك عشان تديله فلوس الشركه؟ كان عقلك فين لما بدلت الفلوس؟ كان عقلك فين لما قبضت ثمنهم وحطيته بايدك في شنطتك؟ كنت بتفكر ازاي وانت داخل بيتك وفي ايدك فلوس حرام؟ كنت هتقولي ايه لو شغلانه كانت ذنبي؟ كنت قبضت كل عمولتك. كنت هتقولي ايه عن مصدر الفلوس دي؟ اكيد كنت هتكذب. اكيد كنت هتكذب وهتفضل عايش ومعيشني معاك في الكذبه دي، وولادك كمان يورثوها. كانت لحظه ضعف، ضعفت قدام الخوف من بكره، وخفت اسيبكم من بعدي. ربنا ما بينساش حد. انا عارف، بس انا ما كنتش هنفذ. انت كنت بدأت فعلا تنفذ. مجرد التفكير في تنفيذ الجريمه يبقى جريمه. ارجوك يا راوية كفايه تأنيب، دلوقتي لازم نشوف حل. حل؟ ايوه لازم نخرج من الورطه دي. هو انت شايف ان في حل غير اللي ممكن يحصل؟ وايه اللي ممكن يحصل؟ هيكون ايه يعني؟ اروح انا اسف يا راوية، اسف. عايز يجنوني يقتلوني لكن ده لا يمكن يحصل. انا اسف. انا كمان غلطت يا عامر. كان لازم اقول لك من الاول على تصرفاته معايا. لو كنت قلت لك ما كانش حصل اللي حصل. انا اسفه يا عامر، اسفه. انا هسلم نفسي، بس قبل كده لازم اقتله. لا لا، اوعى تقتله يا عامر. سلم نفسك وانا هستناك وهنبتدي من جديد. مش هقدر اواجه الناس، انا عارف. اشتري نفسك، مالكش دعوه بالناس. مش هقدر يا راوية، مش هقدر. انا جنبك وهتقدر. بتعمل ايه يا مجنون؟ انا اروح دلوقتي البوليس ابلغ عن كل حاجه. بوليس ايه؟ انت جننت. انا خلاص حضرت الفلوس. انت كذاب يا سيدي، حضرت الفلوس. تعالى معايا، اركن عربيتك وتعالى معايا، يلا. ما تيجي. اقعد. فين الفلوس؟ موجودة، بس أولاً تمضي على الشيك ده. $60,000 بتوع ايه دول؟ الله، احنا هنعيده؟ حق الشغل اللي انت ضيعته. ثانياً هبعت معاك واحد للشهر العقاري تكتب لي الشقة بتاعتك باللي فيها. طب لازمته ايه الشيك؟ الشقه اللي فيها يسوى اكتر من كده. مش جايز يا حبيبي بعد ما تنزل من عندي تبلغ البوليس؟ انت اسفل انسان شفته في حياتي. فلوس اهي. انا كل اللي يهمني دلوقتي ان انسى كل حاجه، اشوف شغلي. جدع. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسين حسنين أبو لفت بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. أنا بريء، أنا بريء يا ماجدة. ماجدة، أنا خدت العربية عشان أفسحت بيها، لكن ما سرقتهاش. أنا ما سرقتهاش وما أعرفش أي حاجة عن الفلوس. صدقوني أنا بريء، أنا بريء. اطلع يا جدع، اطلع بقولك، اطلع. ماجدة، أنا مش هسيبه يا ماجدة، مش هسيبه. هخرج وأثبت براءتي وأرد اعتباري. ماجدة، انت في حل مني يا ماجدة. انا مستنياك يا حسين. لا انا مش هقدر اعمل لك حاجة. انسيني يا ماجدة. مستنياك يا حسين. انسيني. حسين انا مستنياك يا حسين. حسين مستنياك يا حسين. حسين انا مستنياك يا حسين. حسين.
ولا يهمك، بكرة كل شيء يرجع زي ما كان وأحسن. ازاي يا ماما؟ انت فاكره تعبنا قد ايه عشان ناخد الشقه دي؟ فاكرة يعني. فاكره الليله فرحنا اول مره ندخل الشقه دي كانت فاضيه ازاي؟ الاوضه دي بس كان فيها سرير ودولاب. وماله يا حبيبي، ما احنا فرشناها بعد كده. بعد قد ايه وازاي؟ احنا كنا بنجيب كرسي كرسي، كل ركن في الشقه دي اتعمل بتعب وصبر، وبعدين يجي واحد. خلاص بقى يا عمرو، وبعدين معاك. ازاي قوي نسمح له انه ياخد تعبنا وشقانا، ياخد حلمنا، ياخد ذكرياتنا؟ ازاي نسمح لحيوان زي ده ياخد شقتنا؟ لا يا عمرو، إذا كان أخد شقتنا مش هيقدر ياخد ذكرياتنا ولا حلمنا. ذكرياتنا عايشة في قلوبنا زي ما هي، وحلمنا عايش، والأمل موجود طول ما احنا جنب بعض. تفتكري أنا عذبتك أوي معايا؟ يا حبيبي كل شيء يهون ما دام انت جنبي. وبعدين هو حصل ايه يعني؟ ما احنا هنسيب الشقة دي وهنروح شقة تانية. بيت أبوك وأمك ما هو بيتنا برضه يا حبيبي، وهم سابوه لنا وسافروا اسكندرية. كمان تعبين الناس معانا. خلاص بقى يا عامر، ما تعذبش نفسك. ربنا يخليك لينا يا حبيبي، ويخلي لنا الولاد، وبعد كده كل شيء يهون. تقوم يا مسجون تشتغل. قوم. بقول لك ايه؟ مالكش دعوه اصلك، انت روح لحالك. مالكش دعوه ازاي؟ ايوه كيفك وانا ولا ايه؟ ايوه انا اللي بتتوه هنا. انت؟ ايوه ما تبقاش كبير خلاص. انا كبير هنا. يا اخي تقول صغير. كده ايه يا حسين يا ابني؟ انت مش هتنام ولا ايه؟ معلش يا حسين، ده سلو السجن يا ابني. القوي بيجي على الضعيف. اذا كان ابراهيم الدكش بسلامته عايز يعمل قبضايا على اخر الزمن. ظلم، هنا ظلم وبره ظلم. معلش طول بالك يا ابني. انا مش زعلان من ابراهيم الدكش يا عم سلطه، انا زعلان من اللي جابني هنا. طول عمري كنت مظلوم وراضي لاني مش عارف مين اللي ظالمني، انما دلوقتي انا عارفه كويس. جبان. معلش طول بالك يا حسين. خد لك واحدة من دي هتروقك. ايه دي يا عم سلطه؟ حاجة كده هتبسطك وتروقك، خليها معاك. صلاح ايه؟ طالع. ايه يا عامر بس العيال ناموا. ناموا ايه؟ انا اجيب لهم لعب. صباح الخير يا حبيبي.
انت شايفه كده؟ دي بقى هدية عشانك. عشاني انا؟ واحدة تانية. الله، حلوة قوي يا حبيبي. بجد؟ يا حبيبي، بس ايه المناسبة بقى؟ بمناسبة اني بحبك. انا كمان بحبك. يا اجمل انسانة في الدنيا واعظم انسانة في الدنيا خلاص بقى يا عسل، خلاص يا حبيبي. وبعدين احنا متفقين على التقدم لحد ما نحوش مقدم الشقة. ما خلاص يا حبيبتي هانت، احنا كنا فين؟ يا اعظم انسانة في الدنيا. يا عم حربي، يا عم حربي ابوس ايدك يا عم حربي، يا عم حربي انا عايز سلطة، انا عايز سلطة يا عم حربي، ابوس ايدك. فين معاك يا حسين؟ انا عايز سلطة، عايز سلطة. عاوز تحصله من حاجة الانفراد ولا ايه؟ حصله في اي حتة، في اي حتة ان شاء الله حتى في جهنم، بس ابوس ايدك واديني له، واديني له يا عم حربي. يا ابني حرام عليك، مش كده هتضيع نفسك. انا عايز سلطة، انا عايز سلطة بقول لك، واديني له. انا عايز سلطة، انا عايز سلطة. رايح بقيت حرم وكيل الإدارة المالية. يا حبيبي ألف 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 مبروك. يا ايه المرتب ده 80 جنيه مرة واحدة. 80 جنيه؟ هايل يا عم. 80 جنيه دول على المبلغ اللي احنا بنحوشه كل شهر، يعني في خلال كام شهر كده هنعمل 5000 جنيه. وندفع مقدم الشقة وماما يرجعوا بيتهم بقى. ونبدأ قسط العفش. وفوق يا حبيبي. والله هتروح الدخلة يا حلو انت يا حلو. دلوقتي لازم اروح له واصفي حسابي معاه. مش دلوقتي يا حسين، انا عايزاك تنسى كام يوم لما اعصابك تهدى عشان تقدر تفكر كويس. لازم اروح له واخليه يعترف هو المجرم ولازم يخش السجن. يا حسين اللي حصل ده مقدر ومكتوب، انا عايزاك تنسى الموضوع ده، انساه خالص، انساه عشان تقدر تعيش وتشوف مستقبلك. مستقبلي؟ انا ماليش مستقبل لحد ما اثبت براءتي. انا خايفه عليك يا حسين، خايفه تتهور وتغلط وتقضي طول عمرك بعيد عني. انا محتاجه لك يا حسين وانت محتاجني. يعني يا ماجدة يرضيك اقضي طول عمري وانا بريء ويعاملوني كاني سوابق؟ لا يا ماجدة لا. ايه الدواء ده؟ ده علاج كنت باخده وانا في السجن. استنى يا راوي نبلع حساب بقى. من عينيا حالا. مين حضرتك؟ انت عارفني كويس. عامر، مين اللي جه هنا عامر؟ واحد معرفة. انا مش عايز حاجه غير انك تنزل معايا دلوقتي نروح النيابه تعترف بالحقيقه. حقيقة ايه؟ ضيعت حياتي، موتني. لازم بقى يا اخي يكون عندك ضمير وتعترف انك مجرم. طب اتفضل مع السلامة. انا مش همشي من هنا غير وانت معايا. اتفضل مع السلامة. قلت لك مش همشي. الشنطه دي كانت بتاعتك انت، بتاعتك انت. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز الحقيقه. انا ما عنديش حقيقة. الحقيقه عندك وهتقولها. اتفضل بره. قلت لك مش همشي من هنا، ويكون في علمك لو خرجت من هنا هيبقى عليا وعلى اعدائي. انت بتهددني. انا ضايع وانت اللي ضيعتني، بس انا بقى مش هضيع لوحدي. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. عامر. بره. مجنون ده ولا ايه؟
اكيد بيخرف. طب اهدى بس يا عامر، ده باين عليه شاب طايش ولسه خارج من السجن، مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه. اهدى يا حبيبي. الو؟ ايه؟ اتكشف؟ ازاي؟ انا من الاول قلت لك سيزفت ده مش هينفع. اعمل ايه انا في الناس اللي مستنيه الشغل؟ خلاص ليه انا هتصرف. صباح الخير. ايه يا عامر؟ انت بتبص لي كده ليه؟ انا بقول لك صباح الخير. صباح النور. الله، مالك قاعد كده؟ شكلك زي ما تكون كبرت 10 سنين. عموما يا سيدي انا مش هعطلك، انا جاي مخصوص عشان اعزمك النهارده عندي على العشاء. تاني؟ لا متشكر قوي. هستناك ضروري. سلام. ضروري تيجي. الحقيقة أنا مش هقدر أجي. بس أنا عاوزك ضروري. أنا مش عايز أعرفك. يا أخي حل عنك بقى. إيه الكلام ده؟ الله، أنت هتقل أدبك؟ طب يا أخي قبل ما تقل أدبك سد اللي عليك. إيه اللي عليا؟ أنت ناسي الشيك ولا إيه؟ مش دي برضه حسابات بينا ولازم نصفيها؟ هستناك الليلة الساعة 9. سلام. وانت متصور ان في مجرم ممكن يعترف بجريمته بعد المحكمة ما برأته؟ لازم يعترف. وافرض ما اعترفش؟ لازم يعترف، لازم. مش يمكن الفلوس دي مش بتاعته؟ يعني ايه فلوس انا؟ مش قصدي، انا بقول يعني ممكن يكون حد حطها له. يمكن يكون ده حصل فعلا. اللي بتطلبه ده مش ممكن، مستحيل. ليه مستحيل؟ مش انت عامر بتاع زمان اللي وافق قبل كده ونفذ؟ كانت غلطة. مش اشكال يا سيدي، اغلط كمان مرة. على الاقل انت مركزك دلوقتي احسن في الشركة وبتبعتوا فلوس بره بالملايين. انا مش طالب منك غير 1,000,000 بس. لما اكون هاخد قصادها ايه؟ مش هعملها. اسمع يا عامر، هتنفذ العملية دي يعني هتنفذها، والا هدخلك السجن. الا اذا كان معاك 60,000 دولار تدفعهم الشيك اللي انت ماضيه. قلت له دراع يا سيف. بتذلني؟ عايز تدخلني السجن؟ هات الشيك. هات الشيك! انت اتجننت؟ ايوه اتجننت وطربعت فوق دماغك. هو ايدك. هات الشيك! هو ايدك! بتعمل ايه؟ هات المفاتيح. انت بتعمل ايه؟ هات المفاتيح! هتموتني! ده نصيبك. المهم بقى دلوقتي انك تبتدي من جديد، ترجع بقى كده كليتك عشان ربنا يكرمك وياخد بيدك. بيرفضوا السوابق. قدم التماس يمكن يسامحوك. عايزاني اروح كليتي علشان يشاوروا عليا ويقولوا المجرم اهو؟ لا يا ماجدة،
لا. امال هتفضل قاعد كده؟ لا طبعا مش هفضل قاعد كده. انا لازم اشوف حل معاه، لازم. لو مش عايز ترجع الكليه تاني دور لك على شغلانه بقى تلهيك عن اللي انت فيه. مفيش شغل من غير فيش وتشبيه. فيه. وكمان السوابق لها مده، وبعدين ممكن مفيش بعدين. السابقه بعد مده هتسقط على الورق، لكن طول ما انا عايش هتفضل متشعلقه في رقبتي. لازم ارد شرفي، كرامتي، لازم يا ماجده. يا حسين انت عايز المستحيل، طول عمرك عايز المستحيل. زمان كنت عايز تسكننا فيلل ونركب عربيات، ودلوقتي برضه عايز تثبت المستحيل. انت مش مصدقه اني بريء يا ماجده؟ مصدقه، بس انت كمان لازم تصدق انك مش بريء. انت يا ماجده؟ انت ما كنتش بريء لما سرقت العربيه. ايوه لكن انا ما زيفتش ولا روجت فلوس مزيفه. انت مش مصدقاني، شكلك مش مصدقاني. مصدقه بقى ولا مش مصدقه مش مهم ده دلوقتي. بلاش الكليه، مهم تبتدي من جديد. في مليون شغلانه مش عايزه فيش وتشبيه. في، لكن من غير ايمانك ببراءتي يبقى طز في كل حاجه، طز في الدنيا كلها، طز في حياتي. يا حسين انا مصدقه انك بريء. لا لا لا. اخيرا يا عامر. ايه ده؟ ايه بتعمله ده؟ اظن انا دلوقتي مش في بيتك ومش هتقدر تطردني. ابعد ايدك يا مجنون. انا فعلا مجنون، وهقتلك يا عامر لو ما جيتش معايا النيابه دلوقتي واعترفت. ابعد ايدك، ابعد ايدك. قوم معايا. أنا عذرك، أنت صعبان عليا وأنا عايز أساعدك. إذا كنت عايز تساعدني مفيش غير هي طريقة واحدة. الطريقة دي ما تفكرش فيها خالص. أنا ممكن ألاقي لك شغلانة كويسة أوي. ممكن كمان أديك مبلغ تقدر تبتدي بيه حياتك. عايز تديني فلوس عشان تسكتني؟ ده اعتراف منك بإن أنت المجرم. عايز تديني فلوس وتشوف لي شغلانة عشان أخلص خالص، عشان ما انتقمش منك. لكن لا يا عامر، أنا لازم أنتقم منك. والله مفيش فايدة. فعلا مفيش فايدة. الموت احسن لي من العيشه اللي انا عايشها دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حسين يا ابني، يمكن البنية مظلوم، يمكن ما بتفكرش في اللي في دماغك ده خالص. يا عم سلطة، الحكاية بقت مش حكاية ماجدة دلوقتي. بقى حكاية ايه؟ حكايتي أنا، حكايتي مع الندل اللي دخلني السجن ظلم، بس أنا بقى مش هسيبه. بقول لك يا عم سلطة، أنا عايز طبنجة. طبنجة؟ أيوه. أنت جنيت يا حسين؟ يا ابني سيبك من اللي في دماغك ده خالص. يا عم سلطة، أنا عايز طبنجة، هتجيبها لي ولا لأ؟ يا حسين الطبنجة مش مشكلة، لكن أنا خايف عليك أنت يا ابني. ما تخافش، إذا كنت أنا ما بقتش خايف على نفسي، أنا هصطاده من غير ما حد يحس بيا، هراقبه كويس قوي وهنشه من غير ما حد يشوفني. قلت إيه يا عم سلطة، برد ناري ولا أنا عايز نروح لحد غريب؟ هقول ايه بس يا حسين؟ حاضر حاضر حاضر، ولو اني مش موافق على اللي في دماغك ده خالص.
له السجن. يروح في 60 داهيه. هو اتجني على نفسه. انا اتجني عليه. انا السبب في اللي حصل له واللي حصل لي كمان. يا عم مش وقته الكلام ده.